مساء الخير عليكم مشاهدي قناة الحدث اليوم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فكرة. معكم محمود الشاعر. طبعا زي ما عودناكم في برنامج فكرة إن فكرة النهاردة مستقبل بكرة. الحقيقة في الفترة الأخيرة شفنا العديد من الناس بيشتكوا من آلام الجسد أو آلام المفاصل. مثلا شفنا البعض من الموظفين اللي بيشتغلوا عدد ساعات عمل طويلة بتتخطى الخمس أو ست ساعات، دايما بيشتكوا إن عندهم مشكلة في الركبة أو آلام أسفل الظهر أو آلام في الرقبة. وكذلك برضو كبار السن دايما نسمع ان هم عندهم مشاكل في الركبه او خشونه الركبه. وبرضو الشباب ما سلمش من موضوع الالام دوت نتيجه ان هم بيقعدوا على الموبايل لعدد ساعات عمل او لعدد ساعات كبيره. بالتالي ده بيصيبهم ببعض الالام في الرقبه او ما الى ذلك. وطبعا عشان نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل النهارده معانا دكتور من اكبر الدكاتره في علاج الالم، هو الاستاذ الدكتور عمرو سعيد. منور يا دكتور. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. طبعا دكتور عمرو سعيد هو دكتور استشاري الألم وآلام العمود الفقري وآلام المفاصل، ومدرس لعلاج الألم التدخلي بالأكاديمية الطبية، وصاحب دكتوراه علاج الألم، وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية لعلاج الألم، والمدير التنفيذي لمراكز بين كيور. ما شاء الله دكتور، سي في حافل بكم كبير من العلم والخبرات. الحمد لله، ربنا ينفع بينا الناس. ربنا يزيدك علما ان شاء الله. امين يا رب. في البدايه يا دكتور عايزين نعرف الناس مراكز بين كيور ايه الخدمات اللي هم بيقدموها؟ احنا الفكره هي فكره طبعا زي ما حضرتك على اسم البرنامج الجميل بتاع حضرتك. احنا كنا هدفنا الرئيسي ان احنا ازاي نوصل بتقنيات علاج الالم التداخلي بدون جراحه، نقدر نوصل للناس تخصص جديد، تخصص قدرنا نحل مشاكل كتيره جدا ما كانش ليها حل الا باستخدام مسكنات اللي كانت ممكن تخلي المريض دوت يدخل في دايره مفرغه او تخلي امهاتنا يبقوا تعبانين اكتر، لان مش هو ده الحل اللي نمشي عليه. ده ادينا بقى فشل كلوي، مشاكل في المعده زي ما الناس عارفه. وممكن المسكنات دي تؤدي لبعض من انواع الادمان. كوارث بالظبط كده. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا التخصص علاج الالم اوجد حل لمشاكل كتيره جدا بدون جراحه، وده الاهم، ان احنا الفيصل ما بين مريض مش هينفع يعمل جراحه، مريض ما ينفعوش اصلا ان هو يدخل العمليات او يدخل الجراحه. التكلفه الماديه يمكن في الفتره الاخيره بعض الناس برضو اللي يعني مثلا على سبيل المثال نتيجه الارتفاع اللي احنا فيه ده ادى الى ارتفاع تكلفه تغيير المفاصل، فبالتالي العيان دوت مش هنسيبه، يعني هو المفروض يتعمل له مفصل، لكن انا مش المفروض ان احنا نسيبه يتألم لفترات طويله، لا كان لازم نحل له الموضوع. تخصص علاج الالم اوجد حل للمشاكل دي. تمام. نقدر نحل المشاكل دي بدون جراحه، تداخل بسيط ممكن يتم، حقن جوه المفصل، والحقن انواع طبعا هنتكلم عليه، او ان احنا نعمل تدخلات بسيطه علاجيه سواء كان بتدخلات او سواء كان بدون. يعني حتى من بعض الاجهزه، عندنا اجهزه يعني طورت جدا من الاسلوب بقت اصبحت عندنا حلول تقريبا لكل المرضى. احنا هنتكلم في ده هنتكلم في ده بالتفصيل، بس عايزين نمشي الموضوع واحده واحده. عايزين نعرف في البدايه احنا يعني المجموعه كلها، ان تقدر تقول كده، انا تخصصات مختلفه، تخصصات جراحه العظام وتخصص جراحه المناظير، مناظير العمود الفقري ومناظير المفاصل، وكذلك تدخلات وعلاج الالم التداخلي، التغذيه العلاجيه والبطنه العامه. احنا مجموعه متكامله، فريق عمل متكامل بالظبط كده. المريض بيجي عندنا المركز، بيدخل بيلاقي فيه كل الناس بتبص عليه، كل الناس بتفحصه، يعني في اكتر من حد بيتشاف من اكتر من عين، وده مهم جدا. ان ما ينفعش يعني مثلا دايما نقول كده، لما المريض يتشاف من 2 عين، يعني حد افضل له من حد واحد بس، احسن من حد واحد بس يشخصه، يبقى 2 بيشخصوا الحاله. ودايما بيبقى فيه بروتوكول. الحمد لله احنا بقى لنا اكتر من كام سنه في المجال، ولينا اسمنا لله الحمد بالتجارب والفروع كتير ما شاء الحمد الله. لله يعني رب العالمين. بنحاول نوصل لكل الناس على قد ما نقدر ان شاء الله، وربنا يسهل لنا الحال ويجعلنا سبب في شفاء الناس ان شاء الله. عايزين نعرف في البدايه ازاي بتحدث الاصابه بالم الركبه، او الموضوع بيجي ازاي؟ الام الركبه مختلفه، يعني هناخد الالم الاكتر. احنا لازم نشخص المريض، نشخصه كويس جدا. السن قد ايه، الوزن قد ايه، هل يعاني من اي امراض مزمنه ولا لا، دي كلها اسئله لازم نبص عليها ونفحص المريض. بعد كده نبص السونار، الاشعه بتاعه المريض بنبص عليها، والاهم السونار. مريض مفصل الركبه ما ينفعش ان هو يتعمل معاه اي تداخل او ياخد حتى علاج الا لما ابص عليه فحص بالسونار. السونار دي زي السماعه دلوقتي، زي سماعه المريض اللي احنا بنسمع بيها. فبالتالي انا لازم اسمع الركبه دي بتقول ايه، هي مكان الالم ده فين، الالم ده سببه ايه، هل هو قطع في الغضروف، هل هو اصابه في وتر من الاوتار،
هل هو مش كل الم في الركبه خشونه؟ انا بقعد اضحك، الناس تيجي تقول لي انا عندي الم رحت حقنت مش عارف، كلام غريب. لا، انا اشخص المريض دوت الاول. التشخيص عليه عامل مهم جدا. التشخيص الاساسي زي ما قلت لحضرتك كده، كل ما اشوف كل ما يبقى افضل، ده لمصلحه المريض. فالسونار اوجد لي حل كبير جدا. يعني انا بستغرب انه يقول لي مريض انا رحت عملت حقن من غير ما يتبص عليا بالسونار. غريبه جدا دي، وبعدين ده مش في مصلحه المريض. هو حقنك فين؟ وحقن هي نفس الحقنه ديت، هي نفس العلاج الخشونه ولا علاج تهتك ولا علاج اصابه. لازم جدا. تشخيص سليم عشان اقدر اعالج صح. ان انا ما شخصتش صح مش هعالج صح. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في الاشعاعات، الرنين والسونار الحركي مهم جدا جدا جدا. السونار يمكن يجي قبل كمان الرنين في تشخيص الام الركبه ومصدر الم الركبه ده ايه. تمام. عايزين برضو نعرف من حضرتك ايه النصائح اللي بتوجهها للناس يعني عشان نعرف الطريقه الصحيحه للتعامل مع الركبه. يعني مثلا واحد بيوطي بطريقه معينه او بيصلي بطريقه معينه، هل في طريقه معينه عشان احنا نتعامل مع الركبه بطريقه صح، ولا بيبقى موضوع الم الركبه ده عمر افتراضي عند كل الناس ولا ايه؟ بص حضرتك، الم الركبه زي ما قلت لحضرتك كده ليه اسباب كتير، لكن احنا السبب الرئيسي يمكن لمشاكلنا احنا في مصر هي عدم ممارسه الرياضه والوزن الزائد. الاثنين عاملين مرتبطين ببعض، وهم دول يمكن ضعف العضلات. هو في مثلث كده دايما بنركز عليه: الوزن والعضلات والحاله او الاصابات اللي حصلت في المفصل دوت نتيجه تراكم السنين، سواء كان لان احنا بنشوف دلوقتي درجات الخشونه في شباب صغير، وده بيكون نتيجه تداخل، يا اما تداخل غلط حصل، او ان هو المريض ده نفسه الشاب ده ما اتعالجش منها كويس. طبعا هو عنده ضعف في العضلات او عنده وزن زايد، مزودين لي المشكله، عامل لي بردن على المشكله، فمخليني دوت زياده، فبخلي الالم او التفاقم المشكله اصبح يزيد، فبتدي نحس بده. في سؤال مهم جدا في الجزئيه دي، معلش انا قطعت حضرتك، بس هو عايزين نعرف المشروبات الغازيه بدون ذكر اسامي ليها، هل بتؤدي بالاخص اللي هي الداكنه منها، هل بتؤدي لخشونه مثلا او مشكله على العظام بصفه عامه؟ بتعمل لنا على الفترات الطويله هشاشه عظام، وكمان بتقلل لنا اللي هي بتزود نسبه الالم. يعني دي نصيحه دكتور عمرو بيوجهها هو يا جماعه في البرنامج: المشروبات الغازيه الناس تقلل منها، لان هي دي بتعمل هشاشه وبتبوظ حاجات كتير في العظام بس على المدى البعيد. بالظبط كده، هي المشكله مع المعده. نرجع بقى لجزئيه هل الصيام في حد ذاته بيأثر على موضوع الركبه؟ وبرضه عشان يبقى الكلام مكمل لبعضه، الصيام وطبيعه الاكل، الناس اللي بتاكل حاجات نباتيه ومقاطع اللحوم، طب الناس اللي بتاكل لحوم فقط ما بيجيش ناحيه الحاجات النباتيه، هل دي عوامل تؤثر على مثلا خشونه الركبه، ولا الموضوع ملوش علاقه خالص؟ لا، ليه علاقه مباشره، ويمكن يمكن دلوقتي احنا حاطين بروتوكول في العلاج بتاعنا، هو التغذيه العلاجيه السليمه لكل مريض، ليه تغذيته السليمه اللي المفروض يمشي عليها. احنا بنشوف بعض المرضى بيبقى عندهم مثلا املاح اليوريك اسيد زياده او املاح الاوكزاليت زياده، فبالتالي المريض دوت احنا المفروض نقول له لا، قلل اللحوم الحمراء، زود الخضروات اكتر، لان دوت هيجيب معانا نتيجه افضل، وهيدينا نتائج افضل في العلاج، وهيدينا نتائج افضل في ان احنا نقلل الترسبات اللي ممكن تحصل على سطح المفصل، فبالتالي المريض يستفيد. ان احنا نحول طبيعه البي اتش بتاعت الدم بتاعتنا الى القلويه منها، وده بيكون باستخدام النظام الغذائي اللي هو بنقول عليه فيجيتيريان او النباتي. ده بيحقق لنا نجاح في علاج الالم، الام العضلات، الام المفاصل، الام المفاصل منها بكل اسبابها، وكذلك هو علاج كمان للوزن الزايد. فبالتالي احنا عندنا من التغذيه العلاجيه اساسيه في بروتوكول العلاجي للمريض. عشان كده لازم نقول للمريض لا، انا مش هينفع نقول لك لا تعالى دلوقتي واحط له البروتوكول او اكتب له دواء ومن غير وهم خالص. اقول لك على معلومه: السكر اللي هو الابيض، السكر العادي، السكر العادي الناس تحطه في دي من الحاجات اللي بتزود معايا جوه جسمنا. لو احنا متعودين، للاسف احنا كشعب مصري يمكن دي من اسباب السمنه الرئيسيه في مصر، احنا متعودين ان احنا دايما يا اما سكر يا اما عيش ابيض. العيش اللي هو الدقيق اللي هو للاسف ده وجدنا ان هو مع الوقت بيعمل سمنه، بيزود لنا مشاكل الجي اي تي او الجهاز الهضمي عامه، وكمان بيزود لنا بيسميها حاله بنقول حاله الميتابوليك اللي هي بنقول ايه، حموضه الدم. فبالتالي خلى الوضع المريض ان احنا بدانا ينقص اكتر وحاله الالتهاب تزيد، فده برضه لابد من علاجه. طب احنا هنطلع فاصل، هنسمع بعض الريفيوز من الناس اللي اتعالجت في مراكز بين كيور ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتعرفت على الدكتور عمرو سعيد بحب الديسكي اولا. ثانيا انا ما كنتش اعرف ان في فعلا حاجه اسمها الام. يعني كنت بقول ايه موضوع الالام ده. انا بقالي سنه ونص عامل عمليه قلب مفتوح، خدت جميع المسكنات ولفيت جميع الدكاتره. انا اسمي محمد بسيوني من محافظه الفيوم تاج الفركعه، والكلام ده يشهد عليه ربنا. لا اعرف اي حاجه الا الحق بتاع ربنا. ما كنتش بنام من شده الالم. جيت للدكتور عمرو من اول جلسه الاسبوع اللي فات انا ما كنتش بنام اكتر من كتر اليوم 3 ساعات. من فضل ربنا سبحانه وتعالى انا بقيت بنام وبرتاح وتمام. ودي تاني جلسه وبصراحه هو انسان خلاف ان يكون طبيب. شرفتني والله بثقتك. يعني بصراحه يعني خدت بالك انسان قبل ما يكون طبيب بيطمن المريض، بيشجعه، بيتعامل معاه بما يرضي الله ورسوله، بيساعد ناس كتير على الله. واللي يفهم يفهم. مش هقول لك على حاجه. حد عنده علاج غالي جديد شويه بيجيب له بديل ارخص منه وبيخليه يتصرف. فبامانه هو انسان، وبامانه هو شاطر جدا بدون مكالمه، والله بدون مجامله. وانا بحلف بالله العلي العظيم انا صاحب مرض وبقالي سنه ونص بعد عمليه القلب المفتوح. تعبت كتير قوي ولفيت جميع المحافظات، بس هو ربنا يعوض صبري خير بحاجه جميله زي الدكتور عمرو. الله يخليك يا سعاده الباشا، وربنا يزيدك من نعيم الله وينصرك بحق النبي محمد. خليك يا سعاده الباشا. محمد عنده حاجه كان جرح كده نتيجه الجراحه اللي احنا كنا عاملينها ما كانش حصل التئام، وعشان هو كان عنده مريض سكر فكان متاخر. طب الحمد لله ربنا العالمين، ربنا وفقنا لله الحمد. عملنا الجلسه الاسبوع اللي فات والنهارده تاني مره نتقابل. الحمد لله. طبعا هو حب ان هو يشاركنا تجربته ويقول لنا، وبشكره جدا على الفيديو الجميل ده مش مجامله ليك بامانه. ربنا يخليك يا باشا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ربنا يبارك لك. لا ده مش مجامله. لا هو ربنا اللي قال كده. الحمد لله، لان هو عم محمد كان عارف الموضوع اتقال له ملوش علاج. لا انا ما كنتش عارف يعني ايه موضوع اصلا. انا قلت له يعني ايه الم ده؟ يعني ايه مسكنات؟ طب ما انا باخد مسكنات. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وطبعا احنا شفنا يعني دلوقتي اراء من بعض الناس اللي اتعالجت في بين كيور، فما شاء الله الناس بتحب حضرتك اكتر ما هم اتعالجوا اصلا، فدي حاجه جميله جدا. الحمد لله رب العالمين. المريض يبقى مستريح للدكتور، فده ممكن تقريبا ربع العلاج تقريبا، ان الواحد يبقى نفسيا مهيأ ان هو يستقبل ده. دايما بنقول دعوه كده، ربنا يجعلنا سبب في شفاء الناس ويعلمنا اسباب الشفاء يا رب. امين يا رب العالمين. عايزين نعرف برضه من حضرتك خطوره المنظار على الركبه، ونتكلم اكتر عن موضوع الحقن، ويعني نتكلم في المواضيع دي بالتفصيل، ان دلوقتي كله بيتكلم فيها الحقن احسن، المنظار يعني هبدا اتعالج ازاي مع المريض او كده. التشخيص مهم زي ما قلت لحضرتك، في بعض الاسباب مهمه جدا، لان انا لازم ابص على التشخيص المريض ده عنده ايه وايه الحاله اللي يعني احنا دايما زي ما قلت لحضرتك السونار اوجد لنا حل ان انا هعرف مشكله المريض ده ازاي، وابتدي اتعامل معاها التعامل اللي يديني الافاده للمريض. اولا هو المريض جايب الم، فلازم اعالج هذا الالم ومصدر الالم ده. طيب السؤال حضرتك، احنا هل المنظار يعني بيسبب مشاكل؟ في وجدنا ان الدراسات، لكن ان دخول المنظار بيزود الاصابه بخشونه مفصل الركبه. لكن هو علاج مهم، خاصه لو في قطع في الغضروف الصليبي ومحتاج جراحه استعواض، فلازم يتحط المنظار وابص عليه. يعني بيجي لي مريض ابص عليه اكتشف ان عنده قطع، والقطع دوت مسبب له ان عامل زي بليه كده صغيره بتعمل لي رولينج على الغضروف، على سطح الغضروف، فبتسبب مع المريض دوت دايما خشونه، هتزود له عامل الخشونه، هتعمل
الحدث اليوم رسالة لا. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. الحدث اليوم رسالة لا إثارة. قال لي ان هو اتكرم من سيد رئيس الوزراء ابراهيم بيه محلي. من سنه كام يا عم صالح؟ كان من قيمه 7 سنين، من ايام ابراهيم بيه محلي ما كان ماسك وزير الاسكان والتعمير، واتعرض عليا رشاوى وحاجات من دي، وكرمني بالعامل المثالي على مستوى شركه المقاولون العرب، وعند كل ما يثبت. وكلمه حق هقولها في الدكتور عمرو، كلمه حق وانا حافظ كتاب الله، كلمه حق هقولها في الدكتور عمرو ان ربنا يبارك له ويسعده. والله والله ما بقولها رياء ولا بقولها كده، ومستعد متحمل امام القانون ومسؤوله قانونيه عن 100 الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وربنا يبارك لك ويسعدك. خشونا درجه رابعه ده فوق الرابعه الحمد لله، والله فوق الرابعه. لله الحمد. حقن الذهب حقن الذهب والاكسجين والبلازما واسعاره بسم الله ما شاء الله بقولها من قلبي في منتهى الجميع والله، ومش عاوز اقول انا معاشها قد ايه، وهو يعني مساعد مع الناس بحق لا اله الا الله. شرفتني يا عم صالح وشكرا لثقتك فينا. الحمد لله، ربنا يبارك لك ويسعدك ويسترها معاك انت والتيم كله اللي معاك. لو بتعاني من آلام الفقرات، ألم الرقبة، الانزلاق الغضروفي، خشونة الركبة، آلام الحوض، تيبس الكتف، الشوكة العظمية، أو آلام ما بعد العمليات الجراحية، مركز بنكيور مركز متكامل لعلاج آلام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحة. نخبة من الاستشاريين في تخصصات علاج الألم، جراحة العظام، تقويم العمود الفقري، السمنة والتغذية العلاجية. دكتور عمرو سعيد استشاري علاج الألم ومدير مركز بنكيور. أحدث التجهيزات الطبية وتشمل معمل متكامل وأجهزة سونار حركي. أحدث التقنيات الطبية لعلاج الألم بدون جراحة، البرول السيرابي، البرولوزون، البلازما الغنية بالأكسجين النشط، الخلايا الجذعية، التردد الحراري، وشفط وتبخير الغضروف بالليزر، وحقن جذور الأعصاب. بنعتذر ليكم طبعا عن العطل الفني اللي حصل خارج عن ارادتنا، ومكملين مع دكتور عمرو سعيد. وهنتكلم اكتر يا دكتور بقى عن خطوره المنظار تمام وجراحات الركبه والحقن اللي بيتم في الركبه. عايزين ناخد الموضوع بالتفصيل. خليني بس ارد على حاجه حضرتك قلت هي مفيش حاجه اسمها خطوره، يعني نقطه مهمه جدا. احنا متكاملين، يعني ما ينفعش اقول انا كطبيب إن لازم اعمل المناسب للمريض. احنا يمكن تخصص علاج الالم بنشتغل بدون جراحه، وده بيدينا ان احنا الفرصه ان انا ممكن اعالج المريض دوت قبل خطوه الجراحه. لكن مش كل مريض انا هاجي اقول له لا احنا هنعمل لك حقن
وافضل احقن فيه واضره في الاخر. لا، الكلام ده غلط. تشخيص المريض ايه زي ما قلت لحضرتك؟ هل درجه الخشونه دي ايه؟ يعني انا بيجي لي شباب اقل من سن ال 40 سنه او عنده 20 سنه وعنده قطع في الرباط الصليبي وده ولازم له جراحه استعواض للرباط الصليبي. انا يهمني ان الشاب ده ينزل يرجع الملعب مره ثانيه. ده بنعمل ايه كالاتي؟ بيروح نصفره او نخليه يعمل العمليه بتاعته، الجراحه التنظيف للجزء دوت، وبعد كده يجي لنا نعمل التاهيل ان احنا نستعوض الجزء اللي حصل فيه من وجود القطع في الجزء اللي فيه الدمج ان هي بالظبط كده. اعمل له تاهيل، اعمل له ريجنريشن، اعمل له تعويض، فبالتالي اخد نتيجه ان شاء الله. العلاج ده اسمه العلاج المتكامل. فبالتالي مفيش حاجه اسمها خشونه او ان انا مثلا او مفيش حاجه اسمها خطوره للمفصل او خطوره المنظار. كلنا احنا متكاملين، تخصصاتنا متكامله، بنكمل بعض. بيتعرض برضه حاليا على الشاشه احنا شايفين ده تداخل بنعمله من اشهر التدخلات العلاجيه اللي بنستخدمها في علاج خشونه الركبه المتقدمه، اللي العيان دوت المفروض يعمل جراحه استعواض وعنده الم، والالم دوت مش ما عنده صعوبه في ان هو صعوبه ماديه او صعوبه ان هو يدخل يعمل جراحه تغيير المفصل. فاحنا العلم اوجد لنا حل باستخدام تقنيات علاج الطب التداخلي. هنا بنعمل حاجه اسمها تردد حراري. في الالم دوت الم مزمن موجود في المفصل، لازم اشيله بتقنيه التردد الحراري. بيتم بمخدر موضعي تحت جهاز الاشعه، لازم ابقى شايف، او بعمله بالسونار برضو من ضمن الحاجات. احنا هنا بنحقن الاول زي مخدر موضعي، المريض ما يبقاش حاسس باي حاجه. جميل. بيتم هنا الدخول بقى لابره التردد. دي ابره التردد بيبقى في مقدمتها كده الجزء اللي هو النشط او الاكتف اللي هيوصل لي العلاج الترددي. وكلمه تردد حراري برضو انا عايز اشرحها للمشاهدين. الاسم هو الاسم العلمي راديو فريكونسي او العلاج بالموجات التردديه الكهرومغناطيسيه. الموضوع ما فيهوش حراره، هو الاسم خطا بس. لكن احنا بنقول عليه احنا داخلين على ان انا اعمل ريسيتنج لاشاره الالم ديت، اشاره الم بيتنقل لفترات طويله، فخلى العصب اللي بين الالم ده حصل له حاجه زي ما بنقول اكزيتيشن، هو اصبح مستثار لنقل الالم، فاصبحت حركه مش مؤلمه بقت مؤلمه، فانا لازم اشيلها الاول واعمل لها ريسيتنج باستخدام تقنيه التردد الحراري. ودي تقنيه احنا كمان الحمد لله متميزين فيها لسببين. اول حاجه احنا برضو عشان تكلفه عاليه على الناس، يمكن يعني هعلن للساده المشاهدين من خلال برنامج حضرتك، احنا تقريبا الحمد لله قدرنا نوفر من قيمه 50% من قيمه التردد الحراري. الاول كنا بنروح مستشفى نعملها في المستشفى، عايزين في نص دقيقه يعني ندفع القيمه ديت، كان بتبقى بيردن على العيان، تكلفه زياده. الحمد لله في المركز عندنا في الدقي عملنا غرفه عمليات متكامله علشان نقدر نوفر على المريض الجزء دوت، والحمد لله بالتكلفه تقريبا. تمام. احنا شرفتنا جدا يا دكتور بوجودك معانا في برنامج فكره، وشرف لينا كقناه الحدث ان احنا نستضيفك، وان شاء الله يبقى في حلقات جايه نتكلم فيها باستفاضه كمان عن حاجات انا أكتر. سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، وسعيد اكتر ان انا موجود في قناتي قناه الحدث، لان دي انا بحبها جدا، ويمكن دي كانت البدايه، وبشكرهم جدا على الحلقه الجميله دي. واحنا سعداء بوجودك. واعزائي المشاهدين شرفتونا النهارده في برنامج فكره، وكان معانا دكتور عمرو السعيد المدير التنفيذي لمراكز بين كيور، وان شاء الله يكونوا معانا في حلقات جايه. ودايما بنقول فكره النهارده مستقبل بكره. الى اللقاء. الحدث اليوم رسالة لا إثارة.